السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اصحاب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايين لكم احنا النهارده يا بابا يحكي لنا قصة سيدنا آدم عليه السلام. مين سيدنا آدم؟ أبو الأنبياء، أبو البشر، أبو البشر. وستنا حواء أمنا برضه. سيدنا آدم أبونا وستنا حواء أمنا. أنا شفت جلابية سيدنا آدم. وأنا شفتها. كانت طويلة. مفيش جلابية، مفيش الحاجات دي كلها. كانت لونها لا، كانت على التليفون، كانت على التليفون وبيضة وطويلة. طويلة أوي. لا، النبي عشان هم مش عارفين، مفيش حد يعرف يمثل النبي، فعشان كده هم بيتهيئوا له باللون الابيض ده، انما هو مش حقيقي. جايبين جلابيه مش هو لابسها. الانبياء ما حدش يعرف يمثله ولا يطلع بشخصيته. ما حد، هو مش لابسها. ما هو مش لابس، هو نور على هيئه بيمثل له دور النبي بس. انما هو تسمع صوته؟ لا ما بتسمعش صوته. هو جيب جلابيه بس. مش جلابيه، هو نور بس. بابا، هو احنا يوم الايام لما نيجي نموت لما احنا نيجي نموت لو طلعنا في عند ربنا هنشوف الرسول ولا هنشوفه هو نور؟ انت بتحب النبي؟ بتنفذي تعليمات النبي؟ يعني النبي اللي بيقول يعني الحاجه للنبي، بتصلي بتصوم بتذاكر الحاجات دي، كل الحاجات اللي النبي قالها انت هتعمليها؟ يبقى تعرفي اللي انت هتشوف النبي. بعمل بصلي. انا عمري ما فطرت يوم في رمضان من ساعه ما دخلت اولى حضانه. لو الواحد على فكره احنا بنتكلم في حاجه خلاف القصه اللي احنا كنا هنقولها. لو الواحد ما بيحب حد وعاوز يشوفه، هو برضه بيحبه وعاوز يشوفه. تعرفي انك انت تحب النبي وعاوزه تشوفيه وبتصلي وبتصوم وبتنفذي الحاجات اللي هو ربنا اللي هو النبي قالها لك. هو النبي يبقى بالشيء اللي هو اصلا يشوفك. مش ده ربنا اللي شايفنا بس. ما هو ربنا شايفنا. ده بقول لك حاجه، لا النبي بيسمع كلام، بيسمعني. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لما واحد يقول محمد صلى الله عليه وسلم، انت ترد هتقول ايه؟ السلام. الكلمه ديت بقى وصلت النبي زمانه عرف اللي انت قلت عليه الصلاه والسلام. ازاي؟ الملائكه اول ما حد يقول عليه الصلاه والسلام بيطلع للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد ان فلان ابن فلان. يعني هو زمان الملك دلوقتي قال مريم بنت محمود مثلا، ألقت السلام عليك، بعتت لك السلام. شو بقى فرحة النبي فرحان قوي دلوقتي اللي انت بتقول عليه الصلاة والسلام. وعاوز يشوفك. يعني مثلا انت لما تيجي مثلا حتى لما انت حكيت لنا برضه سيدنا لما هو كان قاعد مع اصحابه وكان زعلان وبعدين هو كان زعلان وصاحبه قال له انت زعلان ليه؟ فقال له انا عاوز اشوف البشر اللي هم وزعلان عشان عاوز يشوفنا يعني. لا، هو زعلان عاوز يشوف احبابه. كان عاوز يشوفنا. لا مش البشر، احبابه، ما كلنا بشر. اصحاب النبي اللي هم كانوا معاه طول حياته. طول حياته، اللي هو ابو بكر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، كل الصحابه اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دول اسمهم اصحاب النبي. انما احباب النبي اللي هو ما شافهمش، بس هم ما شافوهوش، بس هم امنوا بيه. امنوا ازاي؟ يعني اللي هم احنا. انت بتامن بالرسول؟ بتحب سيدنا محمد؟ والله بحبه. بتحبيه، يبقى انت تصومي وتصلي وتزكي. لا، ما انت تتعلمي الصلاه وتتعلمي الزكاه وتتعلمي ازاي، اهم حاجه اعلم ازاي تحط زكاه. يعني شوف مثلا اي واحد غلبان وانت مثلا معاك جنيه، انت تديهوله بقى ولا تشتري بيه؟ اديهوله. المفروض تديهوله. انا مره اديت لواحد جنيه كنت معايا. عشان كده النبي بقى بيحبني. كنت معايا 3 جنيه فكنت صرفت 2 جنيه وبقى معايا جنيه، مفيش اي حاجه بجنيه خالص. وبعدين لقيت واحد غلبان اديتهوله، قلت وديهوله. عرفتوا بقى النبي بيحبنا كان مش اللي هو يشوفنا. يعني انت بتقولي احنا لما احنا نموت هنشوف النبي. هنشوف النبي. لو انت بتحبيه هنشوفه. لو انت ما بتحبهوش
بقى مش هتشوفيه. مش هتشوفي، هتروح هتشوفي هو النار. نور بس. هتشوف، لا هتشوفيه هتروح النار. مش هتشوفيه. مش هتشوف. مش عاوزة اروح النار. يبقى انت لازم تشوف النبي قال لنا ايه وتعمليه. انا بعمل كل حاجة بس بس ما بعرفش اصلي. يعني هو النبي، انت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا صلوا، احنا المفروض نصلي. زكي، نزكي. يعني ايه زكي؟ يعني الزكاة بقى اللي هو ايه؟ اللي انت حاجة بتاخدها من فلوسك، جزء من الفلوس اللي معاكي بتخرجها للفقراء والمساكين. دي اسمها زكاة. يعني تاخدي فلوس يعني قدام زكي واحد الغلبان. زكي. لا، الزكي خلاف الزكاة. تاخدي فلوس قدام الغلبان. الزكي اللي انت فلوس انت لو معاكي فلوس بتاخدي جزء منها بتخرجي للناس اللي الفقراء والمساكين. يعني ايه الفقر والمسكين؟ اللي هم الغلابة. الناس اللي ما معهمش الغلابة. فلوس. الغلاب. دي اسمها زكاة. اه الحج، احنا قلنا الصلاة معروف. اه أول حاجة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله لا وأشهد أن شهادة محمدا محمد رسول رسول الله. الله. تاني حاجة الصلاة، الصلاة. احنا عارفين الصلاة. بس ينفع اللي احنا نصلي ونكذب؟ لا. ما ينفعش. إيه- ما إيه. ربنا مش هتقبل منا صلاة. صيامنا اصلا كله غلط. ينفع اللي احنا مثلا نصلي ونسرق؟ لا ينفع اللي احنا نصلي ونعمل حاجة وحشة؟ لا. يبقى صلاتنا ما تنفعش. ينفع لو احنا بنصلي او بنصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه في وبنشتم. حديث؟ النبي لما كان قاعد مع الصحابة قال لهم ايه؟ الصلاة اللي ما تنهاش صاحبه عن الفحشاء والمنكر، اللي هي الحاجات الوحشة، ما ينفعش صلاته. اه عشان كده هتصلي يبقى لازم ما تكذبش، ما تشهدش زور، ما تعملش اي حاجه وحشه. لو انت مثلا في رمضان وحرف واحد قرأته في القرآن على على حسنات. ده مش 10 بس، على لا. حسنات. هما انت بتسمعهم 10 بس عند ربنا 100. عند ربنا 70. وربنا ممكن يضاعف كمان ازيد من 70. ممكن يخليها لك 100. الحرف عرفتوا بقى الواحد الدين بتاعنا حلو. الحرف الواحد في أنا ممكن القرآن ب70 حسنة. وممكن ربنا يضاعفه اضعاف كتير. شفت بقى؟ ممكن يخليها 80. ممكن الافات. مادام انت بتقريه بصدق نيه براحتك. سليمه وبتقريه حب، يعني لما تقرا القران كده عشان انت بتحبيه، يا عند ربنا دي كبيره قوي. حتى لو انت كسبتي لا. واستغفرت بالله. لو كسبت واستغفرتي ربنا بيديك. مش انا قلت لكم في فيديو قبل كده في ملك حسنات وفي ملك سيئات؟ لما ملك الحسنات بتعمل حاجه حلوه بقوم انا مسجل. عارفاه لما ملك السيئات انت تعمل حاجه وحشه يقول له استنى ما تكتبهاش. قبل ما هو يجي مثلا انت سرقت وقعت وبعدين وهو لسه جاي يكتب بقى يقول له لا استنى تكتبها، فهو يروح يرجعها له تاني ويستغفر بالله يقول له شايف بقى يقوم عاملها له ايه؟ النقط. حسنه. عرفت بقى؟ الدين بتاعنا حلو. يبقى الدين بتاعنا حلو ولا مش حلو؟ حلو. هو بقى ولا اللي احنا بقى بنشوفه في الشوارع حلو. واللي هو اللي انتم بتشوفوه. ونشتم ونعمل حاجات وحشه. عشان كده احنا مالناش دعوه باللي بيشتم واللي بيقعد يقول الفاظ وحشه والحاجات الوحشه دي، احنا مالناش دعوه بيها. الكلب احنا والنسوان عشان احنا والحاجات دلوقتي دي. عشان بنحب النبي يبقى لازم نشوف النبي كان بيعمل ايه ونعمل زيه. صح؟ النبي كان عمره ما شتم. مين؟ النبي. النبي مش شتمش حد. النبي كان بيتأذى، كان الناس بتأذيه وكان الناس اتأمروا عليه عشان يقتلوه ورغم ذلك عفى عنه. يعني مرضاش. مش عارف، انا مش قلت لكم اللي فيه كل نبي دعوه؟ كان النبي ممكن يدعيه ويخلي المسلمين كلهم يموتوا. المسلمين اللي هو الكفار. يعني لقوا العذاب عشان هم عذبوه، عشان عذبوه وضربوه وعذبوا الصحابه. انما النبي قال لك لا، اللي ربنا اللي تعرفوا اللي الجبال والبحار كلموا النبي. الجبال والبحار كلموا النبي. ازاي؟ هقول لكم انا الفيديو، اعمل لكم انا فيديو ليه تكمله للفيديو ده الحلقه الجايه. باي.